وصفتنا الليلة للناس اللي بتحب الاندومي بطريقة لذيذة جدا بالصلصة والصويا صوص. يلا نشوف طريقة تحضيرها. شوية زيت في طوة. أول ما يسخن الزيت حننزل بشوية بصل أبيض على شوية فلفلية خضرة مقطعينهم شرايح. حنقلبهم في الزيت لمدة 3-4 دقايق بس لغاية ما يدبلوا معانا حاجة بسيطة، ما عايزينهم يدبلوا خالص عشان يطلعوا معانا مقرمشين. بعد كده حنضيف ملعقة كبيرة من الصلصة، صلصة الطماطم، وملعقة كبيرة من الصويا صوص. الصويا صوص هتديه نكهة رهيبة جدا للاندومي. حنضيف ملعقة كبيرة منها، وبعد كده حنضيف بهارات الاندومي. واحنا في المسافة دي خدتنا الاندومي بتاعتنا تتسلق، حنضيف شوية من موية سلق المكرونة عشان تعمل معانا صوص. حاجة بسيطة، احنا عايزين صوص يكون تقيل. هنقلبهم ونخليهم لمدة دقيقة دقيقتين يتسبكوا مع بعض. اول ما يتسبك معانا الصوص هننزل بالاندومي بتاعتنا المسلوقة. انا هنا استخدمت باكيتين، ونقلبهم مع بعض واحلى اندومي هتكون جاهزة معانا. وبس كده، جربوها لذيذة جدا بالذات الصويا صوص. مع السلامة، في امان الله.